في الحقيقه رساله مهمه جايه لي من بره. الاستاذ السيد يوسف بيقول لي تكلم عن معاناه العماله المصريه في دول الخليج وخاصه السعوديه. كل العماله النظاميه تحمل اقامه على حسابها تكلف الواحد سنويا ما يعادل في المتوسط 6000 ريال. يعني هم مش رايحين كده سلكاوي، يعني داخلين بطرق غير مشروعه، لا ده بطريق مظبوط ومشروع وبيعمل اقامه بيدفع 6000 ريال في الاقامه من رسوم وتامينات ونسب للكفيل. يعني الاقامه ال 6000 ريال دول بيبقى فيها رسوم والكفيل بياخد فلوس. وانا عايز اقول يعني مع حبي وتقديري لاخواننا في السعوديه، يعني موضوع الكفيل، يعني انا واحد النهارده مدخل واحد على اسمه عشان ياخد من ورا قرشين، لان يعني انت مش محتاج. يعني انت يا سياده الكفيل مش محتاج انك تجيب 10 بيشتغلوا في اي حته عشان خاطر انك انت تاخد من ورا تعرق عليهم. يعني هم متغربين وبياخدوا مرتب زي الزفت والكلام ده، وانت بتاخد على الجاهز. انت مش محتاج، ربنا فتحها عليك يا اخي. يعني هذه الايام هناك حمله كبيره لترحيل هؤلاء دون مراعاه لظروفهم او اعطائهم مهله لتظبيط احوالهم، وكل ذلك بتجاهل من حكومتنا وفشل الخارجيه المصريه في اقناع هذه الدول ان تصبر حتى على الاقل تتحسن ظروف مصر وتستقر الامور. لكن تقول ايه؟ حكومتنا هي السبب ومنه الله اللي كان السبب. عايز اقول هنا بس، يعني اتمنى من اخواننا في الدول العربيه اللي فيها عماله مصريه، سواء ليبيا اللي هم نفذوا اللي عايزين يعملوه، خدوا الناس اللي كانوا بيحتموا في مصر هنا، والحقيقه سلمناهم تسليمه بطريقه مش يعني هتبقى عار في جبين مصر. الحقيقه الناس اللي سافروا انا مش بدافع عنهم، اذا غلطانين او يتحاسبوا ممكن يحاكموا منها، انما انا اسلم كده واحد بيستدير بيك. طول عمر مصر كان هي الحضن الكبير، هي الامن والامان لاي حد، هي الواحد لاي حد في اي نظام في اي حته كان بيعمل اي حاجه كانت مصر هي اللي بتستقبله. يعني انا عايز اقول بقى للحكومات النهارده، سواء بقى اللي هم بيعملوا الكلام ده كله في اللي هناك، اللي كل ما يتكلم عاملين العماله في ليبيا بتتبهدل بهدله شديده جدا حتى هذه اللحظه. عايز اقول سواء بقى كانوا في ليبيا اللي هم متفقين مع النظام عندنا او يبدو هكذا، او العماله في دول الخليج اللي بعضها مختلف، عايزين نطلع العماله المصريه بره هذا الموضوع. يعني اتمنى ذلك، واتمنى ان يكون في، يعني انا عايز اقول في وساطه شعبيه، انا عايز اقول تبقى حاجه شعبيه. يعني لو الامر بيتطلب تدخل شخصيات مصريه ملهاش علاقه باي حكم والكلام ده، انهم يحدث تدخل ويتعمل وفد ويروح السفاره او يروح في اي حته في سفارات الدول العربيه، مستعدين نعمل هذا الكلام. ويا ريت يناقش هذا الموضوع بعيدا عن السياسه وبعيدا عن الاحزاب، عشان ما تتعملش لعبه سياسه واحزاب والكلام ده كله. ناس لا هنا ولا هنا ولا هنا، انما نروح كمواطنين مصريين بنتكلم معاهم نقول لهم يعني ده اكل عيش، والبلد فيها ظروفها صعبه جدا، ومش عايزين نحمل حد بخطايا حد، او في انتم مختلفين في السياسه. مال المصريين اللي بيشتغلوا بمال السياسه، مالهم هم يدفعوا الفاتوره ديت؟ ماله ده راجل متغرب، وربما هو عشان يجيب الوظيفه دي دفع فلوس قد كده، وربما يكون عنده مشاكل كثيره جدا، وربما ان هو في رقبته عيله ولا متجوز وعنده اولاد وبيعول امه وابوه. يعني الحاجات دي كلها يعني نفتكر لمصر الحاجات الكويسه اللي عملتها في تاريخها. ارجو ان احنا بقول نفتكر لمصر حاجات كتيره. وانا عايز اقول انت لما هتقعد 100 سنه تدور على عماله مش هتلاقي لا امن ولا انبل ولا اجدع من العماله المصريه اللي موجوده. فانا بقول نسيبنا من الخناقات السياسيه، نخليها نحياها جانبا. ولا بطالب ممكن من شخصيات كتيره جدا اللي هي لا في احزاب ولا في اي حاجه ممكن يتعمل. ده اقتراح بقوله لي في وليد اللحظه، يعني ان احنا اذا كان كده ممكن نروح السفارات دي، نروح السفارات، يطرح السفارات ويتقال لهم يعني احنا مش عايزين العماله المصريه تتحمل وزر السياسه في اي حاجه. متفقين النهارده فهم قاعدين تتخانقوا وتمشوهم، هم اصلهم هم بني ادمين، هم بني ادمين، كل واحد عنده اسره وعنده مستقبل وعنده حاجات. يعني لا يجب ان يكون ان هو السياسه اصلها عامله زي مول البحر، مره فوق ومره تحت وشغلانه بنت لذينه. يعني ما حدش يأمل فيها في اي حاجه ولا حد عارف فيها اي حاجه بعيدا. فاحنا من نطلع العماله المصريه من هذا الموضوع، ممكن تبقى الوفود الشعبيه والمبادرات الشعبيه كلها تاثير. وانا بعتقد كده، وانا بقول هذا الكلام، ويمكن بقول هذا الكلام لسعاده السفير احمد قطان سفير السعوديه في مصر، بقول له اتمنى ان اذا كان دي مستعدين يجي وفد من مجموعات ناس كتير في مصر ممكن تعمل هذا الكلام. والمساله مش هتيجي عشان تبقى مزايدات سياسيه، ولا بيجي حزاب عشان يقول بنحل حاجه فيبقى نكايه في الحكومه. لا 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 لا، احنا النهارده عايزين ناخد المساله نطلعها بره السياسه، وبتعمل ديت
حاجه شعبيه ما بين الشعب المصري والشعب السعودي، وانا ما اعتقدش ان القيادات في السعوديه او في الكويت او في اي حته هيرضيها هذا الكلام. ما اعتقدش هذا الكلام، ما اعتقدش انهم هيقبلوا ان المواطن المصري اللي رايح بيتغرب وشقيان وتعبان وعنده ظروف والكلام ده كله هيدفع فاتوره اي خناقات سياسيه ما بين اي حاجه. ننحي السياسه جانبا وما نقطعش عيش حد. اتمنى ان يتم هذا الكلام، يعني يا ريت نقدر نعمل هذا الكلام. في الاستاذه مريم بتقول يا استاذ ابراهيم نريد برنامجا موازيا لبرنامجك اسمه في دائره العمليات، وفيها يتعاون معك متطوعون من الاعضاء لمتابعه ما يتم من اهتمام او لا مبالاه من المسؤولين تجاه الاختراعات او الافكار التي تتناولها في برنامجك المناضل، فلا تقم بالتجديف وحيدا والاعضاء يصفقون لك ولكن يتحركون بطريقه فعاله لنهضه مصر. والله يا استاذه مريم انا ايد على ايدكم، يتمنى ان يبقى في قوه ضغط موجوده، وانا بعتقد ان اصدقائنا هنا واصحاب البرنامج اللي موجودين في دائره الضوء على الصفحه بتاعت البرنامج ان قاعد اكتر من 100,000 دلوقتي، انا بعتقد انهم يمثلوا قوه ضغط في هذا الكلام، وما يبقوش قوه ضغط عليا زي امبارح الاستاذ علاء المهندس علاء بيومي، هو بعشم طبعا بيقول لي يعني ربنا يسامحك واللي حضر العفريت يصرفه، انت بس عمال تجيب لنا مخترعين وما بتعملش حاجه. كنت عايز اكمل لان في مكالمات تليفون قطعت الحديث. عايز اقول للاستاذ المهندس علاء، الاعلام طول عمره، هو الاعلام طول عمره انه بيلقي الضوء على مشكله ما وبيترك الحل لاصحاب الامر. انا عديت دي بخطوه، لان انا من سنين طويله اكتشفت انك قول زي ما انت عايز، فما فيش مره عرضت مشكله الا لما اجتهدت بحل، ممكن يبقى صح ممكن يبقى غلط، اجتهدت والسلام. في حاجات كتيره جدا قلت ده لما في سينا، من الكلام ده مثلا من 10 12 سنه لما طلبت ان احنا ننزل. مين؟ مش سامع. قلت ده في سينا لما زرع، كنت بطالب من 10 12 سنه لما قلت عايزين نزرع 10 مليون شجر زيتون ونخل في سينا. ولو كنا عملنا هذا الكلام دلوقتي ما كانش يبقى عندنا بالنسبه للزيتون ازمه زيت ولا استوردنا، احنا بنستورد بحوالي 6 مليار دولار زيوت، ما كانش يبقى عندنا الازمه دي. وكنت بقى بقول ده لان كان الهدف بتاعها شكله كده زراعه، انما كنا هنزرعهم على مسافات، وكان التمر ده هيتاخد منه اللوز وصدر لوز، وكان ممكن دلوقتي بنعمل وقود حيوي من لوز. 10 مليون نخله، لما كنت زارع 5 مليون نخله ده يطلعوا لك بلاوي سودة. وكنت اقول ده لان كان في غرض في دماغي تاني، غرض عسكري، لان النخله في المساحات الفاضيه اللي كان الطيران بيمرح فيها في ساعات فوق النهارده وطياره في السماء دون مقاومه ارضيه بتبهدل الدنيا. انما لما تبقى في نخله ولا تبقى في شجر الزيتون والكلام ده كله هيخاف، والدبابات هتخاف وكل حاجه، لانه ممكن اي حاجه من دول بالذات شجر الزيتون يبقى في حاجه مستنياهم. طبعا ما حدش سال، فانا كنت دائما بقترح اقتراح واجتهد بحل. فعايز اقول للمهندس علاء يعني انا جبت الشاب الصغير ل 18 سنه اللي هو عامل